السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. حالة من الجدل تسود مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة إكس بعد انتشار مقطع فيديو يقال إنه غير أخلاقي لصانع المحتوى مودي جناوة. وقد انتشر المقطع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الجدل عبر منصات التواصل. وقد تساءل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من هو مودي جناوة الذي ظهر في المقطع، وأثار حالة من الجدل. مودي جناوة هو لقب أطلق على شاب سعودي يقيم في مدينة جدة، ويشتهر بمقاطع الفيديو التي ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتميز بأسلوبها الكوميدي الساخر. وقد بدأ مودي جناوة في نشر مقاطع الفيديو الخاصة به في عام 2022، وسرعان ما اكتسب شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. تتناول مقاطع الفيديو الخاصة به مواضيع متنوعة من القضايا الاجتماعية والسياسية والمواقف اليومية الكوميدية. ويتميز مودي جناوة بأسلوب العفوي والتلقائي في التمثيل، كما يتمتع بقدرة كبيرة على الإضحاك. وقد ساهمت مقاطع الفيديو الخاصة به في نشر البهجة والسعادة بين الناس، وأصبحت مصادر للترفيه والضحك للكثيرين. أما عن بعض المعلومات حول مودي جناوة الموجودة على منصة جوجل: اسمه الحقيقي محمد عبد الله، عمره 25 عاما، يقيم في مدينة جدة. بدأ في نشر مقاطع الفيديو الخاصة به في عام 2022، وقد اكتسب شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. تتناول مقاطع الفيديو الخاصة به مواضيع متنوعة من القضايا الاجتماعية والسياسية إلى المواقف اليومية الكوميدية. يتميز بأسلوبه العفوي والتلقائي في التمثيل، كما يتمتع بقدرة كبيرة على الإضحاك. يعد مودي جناوة أحد أبرز صناع المحتوى في المملكة العربية السعودية، وساهمت مقاطع الفيديو الخاصة به في نشر البهجة والسعادة بين الناس. وإحقاقا للحق، بعد انتشار المقطع الفيديو الذي يقال غير أخلاقي على منصة إكس، نشر مودي جناوة مقطع فيديو صوتي يرد فيه على الادعاءات التي تتهم بأنه من ظهر في المقطع ونفى علاقته بتلك المقطع، وأقسم بأنه ليس هو. ولكن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بالقبض على مودي جناوة والتحقق من المقطع. وبكده أكون نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل الكاملة حول المقطع المنتشر لصانع المحتوى السعودي مودي جناوة، والذي يقال إنه غير أخلاقي. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.